ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كده روتين حلو جدا. هنعمل حواوشي مع بعض وان شاء الله الحواوشي الطريقه بتاعتي هتعجبكم جدا جدا، وهوريكم برضو طريقه غسيلي للبوتاجاز بطريقه سهله جدا وبينضف جدا ومن غير اي اضافات تتحط عليه. هوريكم خطوه بخطوه. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. زي ما انتم شايفين ده كده شكل الحواوشي حلو جدا جدا، طعم جميل. للمصفى دي انا غطيته بالمصفى، يعني ان انا لسه هسوي باقي الحواوشي فغطيته. ليه بقى مش هغطيه بطبق او حاجه عشان ما يطروش؟ فاهمين ازاي؟ كده هيفضل سخن، او ايوه هيفضل سخن وهيبقى حلو وبرده مقرمش. تعالوا بقى كده نصلي على النبي ونبدأ ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت بقى انا هنا ايه، جبت كده 2 مكعب من البصلة. حطيت بصلتين ومكعبين كده من اللي هي الضاني و400 جرام من اللحمة المفرومة، وعليها 50 جرام من الدوش او الدهن، فاهمين؟ بس كده حطيت بقى اهم حاجة في الاكلة التحفة دي، الحواوشي تحفة. اللي هي الضاني. لو مش بتحبي اليدوني استغني عنها عادي، حطي سمن زيت اي حاجة انتي حباها. احنا طبعا عشان بنحب اللية فبحط اللية. عايزة اقول لكم زوري مش قادرة والله، بتكلم وانا مش قادرة منه خالص خالص. واهو ماشية الحمد لله كده، ماشية على علاج وان شاء الله ايه زوري كده يروق. زي ما انتوا بقى شايفين كده حطيت البصلتين وعليهم اللية، وحطيت مكعب من من المرق الدجاج، وعليهم ملح فلفل اسود بابريكا توم باودر بصل باودر و400 جرام من اللحمة المفرومة، وعليها 50 جرام من الدوش، وحطيت رشة كده ايه من الحبان المطحون. دي كده الخلطة بتاعتي، خلطة حلوة جدا جدا. لو عايزة حابة تزوديه بالفول الصويا عادي او بالبرغل عادي جدا، بس انا بصراحة بحب اعمله كده بيبقى طعمه حلو اوي اوي. لو في كمية، يعني لو في ناس كتير تاكل فممكن اضيف عادي نص كوباية برغل او نص كوباية فول صويا. خلاص كده انا ايه ضربته كده ضربتين 3. عايزة بس ايه المكونات كلها تخش مع بعض. في خلطة الحواوشي ممكن تحطيها، لكن انا استغنيت عنها بصراحة لان انا عندي كل التوابل، فاهمين قصدي؟ بس كده خلاص نطلع باقي. وحطيت برضو ال7 بهارات، وحطيت بهارات اللحمة بتدي طعم حلو جدا جدا. خلاص كده فرمت اللحمة. عايزة تزودي على فكرة، كل لما تزودي البصل بيطلع احلى واحلى. انا حطيت كده بصلتين بصراحة، كنت عايزة اخلص كده على طول فحطيت كده بصلتين، وقلت ايه مش قادرة بصراحة كنتش قادرة بصراحة خالص اعمل حاجة، فعملت الحواوشي كده. قلت ايه حاجات كده بسيطة. خلاص كده اللحمة اتفرمتها كويس، وانا هنا على الجريل مولعة النار واطي، وبفتح العيش زي ما انتوا شايفين كده بمقص او سكينة او بايديكوا اي حاجة حابين تفتحوا بيه. عايزين تعملوا عيش كبير تعملوا، عايزين تعملوا عيش صغير برضو تعملوا. انا حبيت بصراحة اعمل في الايه في العيش الصغير كده يبقى خفيف. عايزة اقول لكم طلع طعمه تحفة، وهتشوفوا معايا من البداية للنهاية. يعني هبدأ بقى كده هشوف حسب اللحمة اللي انا حابة احطها. يعني انا كسارة يعني مش بحب في اللحمة كتير بصراحة، يعني بشيلها كده واكلها بتبقى ايه بحبها رقيقة. لكن جوزي وكده فبيحب بصراحة اللحمة هوبر كده. إيه عايزة ايه؟ مش هعمل لك حاضر عيني عيني يا بنتي كتكوت. طب بصي دقتي الحواوشي بتاع ماما؟ حلو يا خلاص. بس كده زي ما ماشي ثواني. زي ما انتم شايفين كده هعمل كده ايه رغيفين كده مدملكين لايه لجوزي، وهعمل لي بقى انا ايه بمزاجي بقى ارقق اللحمه، او كل واحد برضو حسب رغبته، حبه تكتري حبه تقللي براحتك. ماشي لولي. عايزه اقول لكم طلع طعمه بجد والله بجد اول مره يطلع حلو معايا بكل امانه. انا على طول بعمله بيبقى تحفه، بحط فيه جبنه رومي والكلام ده، وساعات بعصج اللحمه. بصوا بقى هنا اللحظه ديت لو انت حابه بجد زوري مسدود مش قادرة اتكلم خالص. بصوا بقى هنا لو انت حابة تحطي زبدة سمن حطي. انا حطيت هنا معلقتين كده من الزيت، واحط عليهم حتتين من اللي هي الضاني. حابة بقى
تعملي الرغيف كله كده تدهنيه بالزيت وتحطيه في صاج الفرن، ال6 رغيفة 7 رغيف حسب الكمية اللي انت عايزاه حطيها. لكن بصراحة أنا بحب أحطه على الجريل وأوطي عليه، مش بخلي النار عالية عشان اللحمة احنا ناخد بالنا ان احنا حاطين اللحمة نية مش مستوية. خلاص كده جبت بقى العيش بتاعي. الجريل هياخد عندك جريل، عندك صينية، عندك طاسة، عندك حلة، أي حاجة اعملي فيها، مش شرط يعني اللي قدامك مثلا بيعمل في حاجة فانت لازم تصعبي على نفسك الأمور والكلام ده، لأ طبعا. بقلل التكاليف كده. لمي حالك واعملي الحاجة اللي انت نفسك فيها بقلل التكاليف. عايزة اقول لكم ان شاء الله ان شاء الله هعمل لكم قريب جدا الحواوشي الاقتصادي بالفول الصويا، حلو قوي قوي وجربته وكان جميل. هما بيقولوا الفول الصويا يعني غلط وكده على الولاد، لكن انت مش هتعملي، انت مثلا هتعملي مرة في كل شهرين يعني مش كل يوم. حطيت كده زي ما انتم شايفين الحواوشي في الطاسة. هنا كنت ولعت على البطاطس، طاسة بطاطس كده، قلت بقى أكل خفيف بما إن أنا أصلا مش قادرة أقف ولا قادرة أعمل أي حاجة، فقلت أعمل أكل كده خفيف. بصراحة بحب الحواوشي جدا بس مبحبوش من الشارع خالص خالص خالص، لأن بيبقى مليان دهون ولمين الشغط وكل حاجة كده حطينا في الحواوشي بصراحة. فقررت ان انا اعمله في البيت زي ما انتم شايفين. لا عادي ممكن اجيب على فكرة من الشارع وكل حاجة، بس انا مش بحب الحواوشي عامة من الشارع ولا الكفتة كمان. بصوا الشكل تحفة، قرمشة تحفة، طري وجميل. خلاص كده غطيته بالمصفى السحرية بتاعتي. جبت لنا بقى خلاص كده خلصت الحواوشي. انا مولعه تاني على رغيفين والبطاطس زي ما انتم شايفين. انا عايزه اوريكم بس هو سخن لسه شايله من على الجريل. وده كده كان اكلي النهارده، حلو جدا وجميل قوي زي ما انتم شايفين. بصوا طعمه تحفه. لو عندك جبنه رومي ضيفيها، لو عندك جبنه موزاريلا ضيفيها، لكن انا عن نفسي بحبه جدا بالجبنه رومي، بس هنا نسيت احط جبنه رومي بصراحه يعني، كل صدق يعني. خلاص كده خلصت الحواوشي وناكله بألف هنا، وتعالوا كلوا معانا وتنورونا. دخلت بقى هنا عايزه انقع البوتاجاز طبعا من تحمير البطاطس، رغم انا بغطيه بالفوطه بتاعه البوتاجاز، الفوطه بتاعه المطبخ، بس برضو حسيته مبهدل. جبت بقى هنا ميه سخنه جدا جدا وقفلت كده الحوض عندي. حطيت فيه بقى ربع كوبايه من الخل، 3-4 معالق ملح، صابون النوعين العادي جدا. وخلاص كده بصوا زي ما انتم شايفين الدنيا مبهدله. هنا البوتاجاز مبهدل. كنت عامله فول، ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعه. فول، كنت عامله فول مدمس. فالبوتاجاز زي ما انتم شايفين كنت عامله كميه فول كبيره، فالبوتاجاز اتبهدل زي ما انتم شايفين. عملت بقى انا حطيت كل الحاجه، الحوامل والحوامل اللي هي الاستانلس دي، حطيت كله زي ما انتم شايفين هنا كده في الحوض، وزودت ميه سخنه تاني. بصوا بقى انا عن نفسي البوتاجاز بتاعي هو نوع حلو وكل حاجه، بس انا بخاف في اول جوازي كنت بحط اللي هو باور، غمق لي العيون، فاهمين؟ بس بصراحه ما بقتش احط عليه حاجه الا معلقه خل صغيره وحبه صابون صغيرين وبالليفه زي ما انتم شايفين. بالليفه العيون بقى الفضي دي، نعم يا رحمن، العيون بقى الفضي بحته سلكه كده صغيره. العيون بقى بعمل فيها ليفه، سلكه كده. بصوا انا دعكتها بالليفه بس ما طلعتش. جبت بقى السلكه للعيون وعملت العيون كلها بالسلكه وخلاص كده. البوتاجاز خلص. البوتاجاز ده ازاز بس حلو بصراحه يعني، حلو ووحش يعني. انا بالنسبه لي يعني كان نصيبي فيه مش حلو قوي، لكن ما شاء الله ما شاء الله اختي كانت جايبه ما شاء الله حلو. انا مش عارفه بتاعي كان فيه عيوب، فبصراحه ده كان فيه عيوب او ان هو النار ضعيفه وتعبت مع البوتاجاز ده بصراحه. بس الحمد لله حلو وشغال زي الفل وبعمل عليه كل حاجه. خلاص بقى ان انا خلصت البوتاجاز، هرجع بقى للعيون. هغسل بقى العيون كويس جدا بالسلك وهسيبها تتصفى. في هنا سوسه كده بتساعدني قلب الدنيا. بصوا العيون بقى كانت نزلت كل الزيوت او اي حاجه عليها، نزلت كل الزيوت اللي عليها. بصوا الميه طبعا كانت ميه بيضه شفافه
سامعين الدوشة دي؟ الكلبة ليالي واقفة جنبي بكيس حاطاه في الكوباية وقرفاني ومش سايباني. خلاص كده كنت غسلت العيون اللي هي السلستين بتاعة البوتاجاز وصفيتها والدنيا زي الفل معايا، وحطيت بقى كده وهوريكم نهاية السعيدة. خلصت رغم كنت تعبانة جدا والله وربنا اللي يعلم بيا، بس خلصت الحمد لله. الأكل والبوتاجاز أهم حاجة. أنا عندي بدل ما فيش مواعين يبقى أنا قاعدة كده إيه، بصوا ست الناس وست الستات بدل ما عنديش والله بجد يعني. أكيد ناس كتير كده زيي يعني، بدل ما عندكش مواعين. أنا ببقى عن نفسي ما عنديش مواعين ببقى في راحة نفسية كده. حتى عارفين ممكن إيه، ممكن لو مثلا يعني ده نادر يعني لو الشقة مبهدلة تمام، لكن المطبخ طول ما هو بيلمع كده وسجادته نضيفة وبوتاجازه نضيف، فأنا ببقى إيه في السما. وخلاص كده الفيديو بتاعي خلص النهارده معاكم. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، لان انا بتعب جدا والله بجد بجد. عايزه تعبانه دلوقتي بكلمكم وانا تعبانه جدا ومصوره الفيديو وانا تعبانه جدا، ما كنتش قادره بصراحه، بس انا بعمل الحواوشي حلو فقلت افيدكم. طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا حواوشي بس قلت افيدكم باي حاجه واي معلومه، لو حتى معلقه توابل زياده. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا.